السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم ملاحظين كده الفراخ راكدة لي قدام الباب، فمش عارفة يعني سبحان الله. وعندي كمان واحدة هنا ما شاء الله راكدة، بس انا طبعا مش حاطة لها بيض لان هي في مكان الفراخ، فايه مش البيض بتاعها مش هينفع، هيتكسر ومش راح احصل على انتاج نهائي. طبعا الفيديو النهارده هيكون عن الفرخة اللي انتم شايفينها قدامكم اهو. هي شايفين عندنا العش بتاع الحمام وهي فوق الصندوق بتاع الحمام، فجت ايه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، رقدت باضت هنا ورقدت. فكنت انا حاطه لهم العلبه دي بيبيضوا فيها طبعا، فهي بقت بتبيض فيها والدجاج كان بيبيض برضو معاها، فجت رقدت على البيض. صراحه في الشتاء انا شايفين ده السطح من فوق شايفين مفتوح ازاي، فكانت المطره بتمطر، فايه انا كنت يعني مودها على جوا شويه كده يعني، فالمطر غرقت البيض كله والفرخه قامت، وانا رحت مسكت البيض حطيته في القفص ده على جنب فنشف، فلقيتها رقدت عليه تاني بعد ما المطره انتهت، وانا سحبت الصندوق شويه لو بره كده عشان المطره ما تجيش فوقيه. فبعد ما هي رقدت على البيض اللي انا نشفته، فببص عليه لقيت البيض خلاص باظ لان الميه راحت له خلاص ما نفعش. حطيت العلبه دي وحطيت شويه رمله فيها وكده يعني عشان يبيضوا فيها، فلقيت الفرخه جات رقدت تاني يعني على ممكن حوالي 4 حبات بيض. وانا صراحه استغلت الوقت يعني الموقف اللي هي فيه، فقلت بدل ما اسيبها راقده على الفاضي كده، فانا ما ليه ما احطلهاش بيض وترقد عليه احسن طول ما هي خلاص راقده وامورها جميله يعني. فبسم الله ما شاء الله النهارده لقيت كتكوت هنا طالع، فانا حطيته لها وجيت اصور لكم. بسم الله ما شاء الله شايفين مطلعه بسم الله ما شاء الله، بس يا رب القطط ما يجوهاش لان القطط خربت الدنيا طبعا. ملاحظين بسم الله ما شاء الله اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله. هو في بيض طلع ولسه بيض ما فجاش، شايفين. فانا هسيبها طبعا، اسيب الفرخات تحتها طبعا لحد ما تكمل. بسم الله ما شاء الله لان كتكوت جميل اهو، بس لسه شويه لاني كان لسه شايفين لسه الصوره بتاعته ما نشفتش. اما عندنا ده بسم الله ما شاء الله ده هو اللي طلع الاول، فده كويس دلوقتي يعني اهو ما شاء الله. وفي لسه اهو شايفين لسه في نجر اهو شايفين. فان شاء الله ممكن يعني من لبكره يكون طالع كميه الكتاكيت اللي تحتها يعني ان شاء الله. فانا حبيت اصوركم يعني المقطع ده، وان شاء الله انتظروني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. مش حابه اطول عليكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مع الف سلامه وفي رعايه الله. لو حابين اي استفسار حابين اصوركم فيديوهات معينه طبعا اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اصور لكم. مع الف سلامه وفي رعايه الله. بعد ما صورت لكم الفيديو وخلصت منه بتاع الفرخة الأولى، فسمعت صوت كتاكيت بتصوصو بسم الله ما شاء الله، فجيت لقيت الفرخة التانية فاكسة اهي برضو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فقلت اصوركم واكمل لكم الفيديو بالمرة عشان تشوفوا الكتاكيت. وبسم الله ما شاء الله عندي برضو فراخ هي راقدة تانية برضو ما شاء الله. انتظروني ان شاء الله، هعمل لكم فيديو بباقي الفراخ اللي راقده دي ومن يفقسوا ان شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله لقيتهم جارين في الارض كده، بيجروا في الارض كده شايفين. طبعا يا جماعه نحن الخنون دي بتاعت الحمام والغرفه دي برضو بتاعت الحمام،
فالفراخ جت استوطنت هنا في المكان بتاعهم. فجيت كانوا الفراخ بيبيضوا هنا طبعا زي ما انتم شايفين، حتى ده مكان الحمام، شايفين حتى هنا في فراخ بيضة برضو، وانا سايباهم يعني برضو. حابه انزل فيديو تاني هقول لكم انا سايباهم ليه. وجات هنا واحده رقدت، فانا ظبطت لها المكان يعني وحطيت لها بيض، وسبت البيض ده زي ما انتم شايفين اهو بيبيضوا عليه. وهقول لكم الفيديو القادم ان شاء الله انا ليه سايبه سايبه البيض هنا تحتها. بسم الله ما شاء الله. عايزين نشوفوا فاقست قد ايه، شايفين؟ وفي لسه بسم الله ما شاء الله اهو برضو ناقر اهو. انا طبعا كان الفراخ بتبيض هنا اهو يا جماعه، انا يعني ما حطيتش بيض يعني عشان مثلا الفرخه تيجي ترقد عليه، فلقيتها هي رقدت. شايفين بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. البيضه طقت من النقره بتاعتها. انا بس بشوف البيض بتاعها كله هيفقس مع بعضه ولا لا، لاني انا طبعا اهو بسم الله ما شاء الله في برضو ناقر اهو ودي برضو. فانا هشوف الكتاكيت دول لا اشيلهم او اخليهم تحتها، بس انا خايفه صراحه لا ينزلوا في الارض، لاني طبعا شايفين المكان مفتوح يعني، لو عالي شويه طبعا هقول ان الكتاكيت هيفضلوا تحتها طبعا. فعندنا طبعا في القطط خاربة الدنيا في اكل الكتاكيت، فمش يعني مش مضطر ان انا يعني اجازف بالكتاكيت، فممكن انا اشيلهم لحد ما هي تكمل ان شاء الله وتفقس باقي البيض. وهصوركم طبعا فيديو عليها وعلى التانية اللي هناك اللي احنا صورناها في المقطع في الاول، لان هم اتنين مقربين لبعض في نفس الوقت اللي رقدوا مع بعض. طبعا البيض يا جماعة مش في كان متبيض الاول، وانا جيت لقيت شوية بيض هي رقدت عليهم فانا كملت لها يعني. فاول حاجة بتأكد ان الفرخة يعني خلاص استقرت على البيض ورقدت وانها مش رايحة تقوم من على البيض، فارجع بعد كده احط لها البيض عشان ما اروحش احط البيض وبعد كده هي تقوم من عليه، فالبيض هيبوظ ويخرب يعني. فانا بتاكد الاول ان الفرخه خلاص رقدت، خدت يوم او يومين كده خلاص مش بتقوم من على البيض، فبحط لها بيض زياده عشان تفقسه باذن الرحمن يعني. فبسم الله ما شاء الله هي الحمد لله. طبعا يا جماعه رقود الدجاج البلد على البيض يعني حلو جدا، بتحس الوقت بيعدي بسرعه كانها ما رقدتش، بتلاقي الايام عدت بسرعه وفقس بسرعه. بسم الله ما شاء الله كمان على الكتاكيت بتاعته بتبقى جميله جدا، يعني بيبقى يومها فارق جدا عن التفقيس بتاع الفقاسات، بيبقوا ما شاء الله. فانتظرون ان شاء الله مع الكتاكيت بتاعتنا برضو ان شاء الله الايام القادمه، وكميه كبيره جدا من الفراخ بسم الله ما شاء الله، رقود طبيعي. كل ده هنتكلم عليه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. فانتظروني وما تنسوش دعمكم بلايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم من كل جديد ان شاء الله. مع الف سلامه وفي رعايه الله.